المكملات الغذائية لمريض السكر تنفع ولا خطر عليه؟ المكملات الغذائية بقت جزء من الروتين اليومي لناس كتير، وخصوصا مرضى السكر. وكل مريض سكر تقريبا في يوم من الأيام سأل نفسه السؤال ده: هو أنا محتاج أخد مكملات؟ والإجابة: مش دايما، ومش لكل الناس، ومش أي حاجة تنفع. تعال نوضح الصورة مع بعض بهدوء وببساطة. أول حاجة، هو ليه أصلا بعض مرضى السكر بياخدوا مكملات؟ لأن بعض الحالات بيكون عندهم نقص في حاجات معينة زي فيتامين د، المغنيسيوم، الأوميجا 3، الكروميوم، فيتامين بي 12، خصوصا لو بياخدوا ميتفورمين لفترة طويلة. النقص ده مش دايما باين، لكن ممكن يظهر في تحليل الدم أو من بعض الأعراض زي التعب والتنميل وضعف التركيز. تاني حاجة، إيه المكملات اللي فعلا مريض السكر ممكن يستفاد منها؟ واحد، فيتامين د، بيساعد في تقوية المناعة وتحسين حساسية الأنسولين، وده مهم جدا لأن مريض السكر مرتبط بالمناعة وبضعف الاستجابة الهرمونية. كمان فيتامين د بيلعب دور في تقليل الالتهابات اللي بتأثر على الأوعية الدموية. اتنين، المغنيسيوم، عنصر أساسي في تفاعلات إنزيمية كتير جدا في الجسم، ونقصه ممكن يؤدي لمقاومة الأنسولين ويؤدي لتقلصات عضلية وأرق وتعب مستمر. وبعض الدراسات ربطت بين انخفاضه وبين زيادة خطر المضاعفات عند مريض السكر. 3، الأوميجا 3، ودي بتساعد في تقليل الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات في الجسم، وده مهم جدا لأن مريض السكر عنده قابلية أعلى للإصابة بمشاكل القلب والشرايين. 4، الكروميوم، وده بيساعد على تنظيم التمثيل الغذائي للجلوكوز، وبعض الدراسات بتقول إنه ممكن يحسن استجابة الجسم للإنسولين، لكن لسه مش مثبت بشكل قاطع كعلاج أساسي، ومش مناسب لكل الناس، يفضل تاخده بعد استشارة الدكتور. 5، فيتامين بي 12، وده من أهم الفيتامينات لمرضى السكر، بالذات اللي بياخدوا المنظم أو الميتفورمين لفترة طويلة، لأن الميتفورمين ممكن يقلل امتصاصه، وده بيؤدي لتنميل الأطراف وضعف الذاكرة وتعب عام. ومتابعة مستوياته مهمة جدا. تالت حاجة، امتى تاخد المكملات؟ لو التحاليل أثبتت وجود نقص، أو لو الدكتور أو الصيدلي اللي فاهم حالتك نصحك بيها. المكملات مش سحر ولا بديل للأكل، وما ينفعش تاخدها احتياطي من غير سبب. رابع حاجة، المكملات اللي ممكن تكون خطر عليك. خد بالك، مش كل حاجة مكتوب عليها طبيعية تبقى آمنة. في مكملات بتتباع على إنها بتنزل السكر الطبيعي، وغالبا بتكون أعشاب مجهولة أو خلطات من مصادر مش موثوقة. المشكلة إن تأثيرها على السكر ممكن يكون قوي جدا وتسبب هبوط مفاجئ وخطير، والأخطر إنها ممكن تتفاعل مع أدوية السكر اللي بتاخدها، أو تضغط على الكلى أو الكبد من غير ما تحس. وأسوأ حاجة فعلا إنك تاخد كذا حاجة مع بعض، فيتامينات كتير مع أعشاب مع مكملات، ومن غير إشراف طبي، لأن التدخلات ممكن تكون خطيرة بينهم، حتى لو الحاجات دي بتتباع لوحدها في الصيدلية أو على الإنترنت. المكملات مش لعبة، ومفيش حاجة اسمها مش هتضرني لو جربتها. الجسم مش مكان للتجارب، دايما خلي أي حاجة بعد استشارة الدكتور. خامسا، لو قررت تاخد مكمل اعمل كده: اسأل الصيدلي أو الدكتور، اقرأ الجرعة وتابع التأثير، ما تعتمدش عليه وتسيب الأكل والعلاج. يعني باختصار، المكملات الغذائية ممكن تكون مفيدة، بس مش دايما، ومش المفروض تاخدها لمجرد انك شفت اعلان او حد بيعلن عنها انها سحرية، او صاحبك جربها وقال انها فرقت معاه. كل جسم غير التاني، وكل حالة ليها ظروفها. اسأل وافهم وامشي واحدة واحدة، وابني قراراتك دايما على التحليل مش على التخمين. وافتكر دايما ان الجسم مش ناقصه كبسولات، الجسم ناقصه انك تبقى عارف كويس جدا هو محتاج ايه ومش محتاج ايه. لو الفيديو ده وضح لك الصورة اكتر، شاركه مع اي حد بياخد فيتامينات وخلاص وبيصدق في الاعشاب المنتشرة اليومين دول من غير اي اساس علمي. واكتب لي في الكومنتات ايه المكمل اللي بتاخده، وايه اللي مش عارف اذا كان يفيدك ولا لا. ولو عايز تعرف أسرار التغذية لمريض السكر وكمان لإنقاص الوزن مع نظام غذائي كامل بتفاصيل الوجبات، كل ده هتلاقيه مجانا في الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو تابعني وفعل الجرس، عشان هنزل كل أسبوع فيديو فيه نصايح مخصوصة لمريض السكر، من أول العناية بالجانب النفسي لمرض السكر، وشرح التحاليل الطبية والمكملات الغذائية المناسبة، لحد تطلب إيه من المطعم أو في العزومة لو هتاكل بره.